في إطار اختتامها للموسم الرياضي وبعد مسار حافل بالتدريب والمباريات، نظمت أكاديمية نجم الشباب الرياضي تعزيزا لفكرتها الرائدة وطنيا كأس أوروبا لفائدة جميع الفئات العمرية الخاصة بالأكاديمية. والبداية انطلقت ببراعم أقل من 7 سنوات، حيث تمكن منتخب ألمانيا من لعب المباراة النهائية في مواجهة منتخب هولندا الأخير الذي حقق اللقب، فيما حل في الرتبة الثالثة منتخب البرتغال ومنتخب كرواتيا رابعا. Je suis très content de jouer avec mes amis les- la tournoi. On s'amuse, on s'éclate, on apprend à jouer le foot. Vive l'étoile! On est dans le terrain du club le plus amusant du monde du Maroc. On s'éclate, on s'est bien amusé. لعبنا مزيان بعد مشي مشكلة، كنا هما السادسين. ماتش الأول خسرنا، ماتش الثاني خسرنا، وماتش الثالث ماتش الثالث ربحنا، وماتش الرابع خسرنا. J'ai aimé la compétition, j'ai aimé tout. C'est le meilleur club au monde pour moi. Bravo les Socrates. برنامج أكاديمية نجم الشباب الرياضي التدريبي العالي المستوى وسعيه لصقل مهارات ومواهب الأكاديمية وتنظيمه للبطولة بمشاركة 8 منتخبات، أتاح الفرصة لجميع لاعبي فئة براعم أقل من 7 سنوات للمشاركة في البطولة. ايوا الهدف اول حاجه هو الفرحه ديال الاطفال، يعني هذو اطفال ورجال المستقبل باش يكبروا بدون اي عقده نقص وتكون عندهم واحد الشخصيه قويه، فوق جي بيرسوناليتي امبوزابل اللي كتامبوزي راسها امبوزونت، ويكونوا مولفين هاد لي غرون زيفينمون بالطقوس ديالو، بالموسيقى ديالو، الجمهور ديالو والاباء، وديك الحنكه وداك الكونكورونس الكومبيتيسيون، مقابله ورا مقابله، لونديرونس، جيستيون دي زيفور، جيستيون دي زيموسيون. بزاف كيتعلموا بزاف من هذا الشيء زعما. هذا الشيء مهم بزاف لجميع الاكاديميات في المغرب، خصهم يمشيو في هذا الموديل ديال يعودوا لي زونفون على لي غروند كومبيتيسيون، المنافسات الكبرى. مبادرة أكاديمية نجم الشباب الرياضي بتنظيم كأس أوروبا لفائدة مختلف فئاتها العمرية تبقى فكرة رائدة ومتميزة، تدأب الأكاديمية على تنظيمها سنويا لاختبار مستوى تطور الفئات واكتشاف أبرز المواهب.